في مجلس سموه بالبطين شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محاضرة بعنوان الإقدام على عمل الخير، المخاطرة في الأعمال الخيرية، ألقاها الخبير العالمي مايكل جرين. كما شهد المحاضرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. وعرض جرين الذي يعتبر خبيرا عالميا رائدا في مجال الأعمال الخيرية والابتكار الاجتماعي، عرض تجاربه وتجارب كبار رجال الأعمال في عمل الخير، وأكد أن الفشل هو مفتاح النجاح، وأن مواجهة الفشل لا تكون إلا من خلال الشفافية الكاملة والصراحة والانفتاح على الأشخاص الذين نأخذ منهم المال لبناء المصداقية بيننا.